بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنكلمكم عن جامعة سيفينكس، ونكلمكم عن الأوراق المطلوبة، عن التنسيق، عن المصاريف، وعن كل الأسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها، نقدم امتى، وكل حاجة تخص الجامعة. أول حاجة هنتكلم فيها مع بعض الايه الأوراق المطلوبة والرسوم الإدارية وتنسيقات بتاعتنا. طبعا هنبدأ بالأوراق. الورق اللي انت هتقدمه، هتقدم أصل شهادة ثانوية، ثانوية أزهرية أو ثانوية عامة، هتقدم أصل الشهادة. طيب لو انت عايز تقدم قبل ما التقديم نفسه يفتح أو قبل ما المدرسة تديك الشهادة الثانوية، ممكن تروح تقدم بباقي الأوراق وتاخد سكرين النتيجة بتاعتك، وكده تبقى عملت ايه، بتحجز مكان ليك في الجامعة. تمام، لحد ما التنسيق الجديد ينزل، ولحد ما الورق بتاعك يكمل. تمام. بالنسبة للشباب بيزيد عليهم الورق نموذج 2 جند و6 جند. طبعا البنات ملهاش الورقة دي، مش بتجيبها. تمام. تمام، دي الأوراق المطلوبة: أصل شهادة الثانوية العامة، صورة البطاقة الطالب وولي الأمر، 6 صور شخصية عليها الاسم رباعي وخلفية بيضة. تمام. تمام، أصل شهادة الميلاد صورتين، ولازم تكون شهادة الميلاد جديدة عشان ما تروحش وترجع. تمام. تمام. الرسوم الإدارية، بص هي الرسوم دي بتاعة 2027، اللي هو الدفعة الجديدة. تمام. فهنبدأ بطب الفم والأسنان 125,000. طب صيدلة فارم 82. صيدلة كلينيكال بكام؟ ب94,000. طب البيطري 58,000. علاج طبيعي ب80,000. علوم صحية تطبيقية بكام؟ 49,000، ودي أقل كلية في المصاريف عندنا في الجامعة. تمام. التمريض 52,000. هندسة 51,000. والحاسبات والذكاء الاصطناعي كام؟ 59,000. تمام. دي مصاريف السنة بتاعتك، ولكن بيزيد عليهم في القسط الأول. بيزيد عليهم كام؟ بيزيد عليهم 6,500. دي مصاريف إدارية بتبقى على أول ترم بتدفعها. 3,000 منها تأمين، وفي 1,500 فتح ملف وحاجات من كده. تمام. 3,000 دي بتاخدها بعد ما بتخلص دراسة خالص. تمام. هتيجي تقول لي التنسيق يا باشمهندس، التنسيق منزلش. تمام، ولكن تنسيق السنه اللي فاتت انت بتقدم بيه، لان لو التنسيق فضل زي ما هو انت كده كده قدمت واتقبلت. لو التنسيق قل، دي مفيش مشكله. لو التنسيق زاد بترجع فلوسك زي ما هي. لو انت مثلا جايب 60% في حاسبات، وحاسبات رفعت السنه دي، وانت قدمت اصلا مبكر، فانت بيرجعوا لك ورقك تاني، وبيرجعوا لك برضو فلوسك. تمام. تمام. فالكلام ده لايه؟ الكلام ده للناس اللي عايزه تروح تقدم بدري، قبل ما التنسيق ينزل، قبل ما اصل شهاده الثانويه العامه بتاعك يجي لك. تمام يا صديقي. تمام. هنيجي نتكلم عن القسط الاول. قلت لك بقى في مصاريف مصاريف اداريه. فنتكلم عن القسط الاول. قال لك طب الفم والاسنان، القسط الاول بتاعها كام؟ 56,000. لا، القسط الاول 75,000. القسط التاني 56,500. صيدلة فارم، القسط الأول 51,000. القسط التاني 37,500. عشان في شباب بتسأل تقول تقول ازاي الكلية مثلا ب82,000 وأنا هدفع 51,000؟ بس انت هتدفع 51,000 ترم أول، الترم التاني 37,500. كلينيكال 58,000 ترم أول، 42,500 ترم تاني. الطب البيطري 38 ترم أول، 26,500 ترم تاني. علاج طبيعي 50 ترم أول، 36,500 ترم تاني. علوم صحية تطبيقية 33 ترم أول، 22,500 ترم تاني. هنيجي نخش على كلية تمريض 35 ترم أول، 23,500 ترم تاني. الهندسة كلياتي 34,000 ترم أول، 23,500 ترم تاني. وآخر كلية معانا حاسبات وذكاء اصطناعي 39,000 ترم أول، ترم تاني 26,500. نيجي بقى لبعض الأسئلة اللي الشباب بتسألها. يقول لي لو أنا جايب يا باشمهندس ملحق في مادة كذا، بس أنا مجموعي هيجيب. بص، وما ينفعش تقدم، لأن هما مش عارفين. أنت لو قدمت وقابلوك تمام، أنت فرضنا إنك ما نجحتش في الملحق، مش هينفع يدخلوك. تمام. تمام. يجي حد يقول لي هو ينفع اقدم بدري؟ ينفع تقدم بدري، بس لو التنسيق رفع ومجموعك ما جابش، هترجع الاوراق بتاعتك والفلوس زي ما هي. طيب حد تاني بيسأل بيقول لي يا باشمهندس، هو ينفع ادفع اقل من القسط الاول؟ مثلا لو هو هندسة يدفع 25 ويدفع 9,000 التانية بعد دراسة، بعد اول الدراسة ما تبدأ؟ لا، هما بياخدوا الفلوس كاملة. يجي حد تاني يقول لي يا باشمهندس،
في حاجة اسمها امتحان بيدي في امتحان انجليزي، ده امتحان مادة بساعتين، يعني على حسب الكلية بتاعتك بيبقى رينج الفلوس بتاعه ما بين 3000 لخمس 6000 جنيه. تمام. الامتحان ده طبعا بيبقى فري عادي، لو نجحت فيه بتوفر عليك مادة، لو ما نجحتش فيه بتاخد في الدراسة بتاعتك انجلش زيرو، والسنة الجديدة بتاخد انجلش 1، لو نجحت فيه بتاخد انجلش 1 على طول. تمام. تمام. الامتحان ده تفاصيله بتكون ايه؟ عشان بس الاذان، الامتحان ده بتكون شوية اسئلة قواعد، والاسئلة بتتكرر، فان شاء الله لو انضميت معانا في الجروب اللي عاملينه على الواتساب هيبقى فيه كل التفاصيل هناك، من سكن، من امتحان الانجليزي، من اي تفاصيل ممكن تحتاجها في اسيوط او اسيوط الجديدة. وبس كده، كان معكم باشمهندس فارس عبد الهادي، وسلام يا باشمهندس.